السلام عليكم متتبعات شاف هاشم سكينه. غادي نبارطاجي معكم اليوم واحد لا غوسيت ديال واحد الدجاج ما فيهش نهائيا العطريه، فيه واحد لا ماريناد خطيره سهله، ما فيهاش بزاف المكونات، كيجي بنين لواحد الدرجه ما كتصورش. نشوفوا الطريقه. غادي نبدا هنا نصاوب الماريناد ديال الدجاج هي الاولى. غادي ناخذ الموطارد، هنا غادي ندير ماريناد ديال 4 دجاجات. فبالنسبه للموطارد غادي نديرو معلقه في كل دجاجه. انا هنا غندير تقريبا القياس ديال 4 ديال المعالق، 4 المعالق ديال الموطارد، حيت عندي 4 دجاجات، فكل دجاجه ديروا ليها معلقه واحده. دابا غناخذ صوص ديال الصوجه، صلصه الصوجه هي هذه، وغادي ندير تقريبا حتى هي 4 المعالق. وهنا بالنسبه لهاد الصوجه الخاتره، حيت كاينه خفيفه وكاينه الثقيله، هذه راه الثقيله، 4 المعالق. غناخذ هنا عندي الثومه مطحونه، هي الثومه اللي غادي تكون كميه كثيره، فبالنسبه للثومه غادي ندير 2 ديال المعالق كبار، يعني بحال قلتي معلقه واحده صغيره في كل دجاجه. 2 المعالق ديال الثومه كبار. غادي ناخذ عندي هنايا الحامض مصير ومطحون، غناخذ حتى هو 2 ديال المعالق كبار، يعني معلقه واحده صغيره في كل دجاجه. غادي ناخذ الربيع، هنا الربيع انا ديجا طاحناه مع الزيت، غادي ندير حتى هو 4 ديال المعالق كبار. واخر حاجه اللي هي الزعتر، غادي ندير هنا عندي الزعتر مطحون، غادي ندير معلقه واحده كبيره. ما غاديش ندير الملح حيت الموطارد مالح، صوص الصوجه مالحه، والحامض حتى هو مالح، وانا اصلا غاسله الدجاج بالملح، فداكشي ما غنديرش انا كاع الملح نهائيا. صافي ها هي الشرموله ديالي واجده ساهله، ما فيهاش بزاف ديال المكونات، ما غاديش ندير العطريه نهائيا. هنقل وهنا غادي نزيد رشيشه ديال الخرقوم، ماشي غير هذا الملون الغذائي، رشيشه باش كيعطينا داك اللون في الدجاج. صافي هنا غادي ناخذ الدجاج، غادي ندير واحد هكا بحال فليحات في الصدر ونبدا نشرمل. كتجي واعره، ماريناد خفيفه، كيجي داك المذاق ديال الدجاج زوين بزاف. نخشي لداخل لا ماريناد. انا هنا وجدتهم بالليل، غادي نشرملهم نخليهم في اللاطه، نغطيها بالالومنيوم ونخشيهم في الثلاجه بحال هكا، غيباتوا ليله كامله باش غدا ان شاء الله كنفيق نهزهم نطرحهم في الفران. صافي غادي نكمل بحال هكا حتى غادي نسالي الدجاج ديالي كامل. صافي هنا الدجاج ها هو كملته كامل، غادي نغطيه بالالومنيوم ندخلو الثلاجه يبات ليله كامله، ولا غدليه غندخلو للفران بحال هكاك، نغطي بالالومنيوم ديالو غنطرحو في الفران. نشعل الفران من الفوق ومن التحت درجه حراره ماكسيموم، مده ديال شي ساعه ونص هكاك حتى ساعتين ماكسيموم. هنا غادي ندوز نصاوب دوك المرافقات اللي غنرافق معاه. غادي ناخذ مطيشه وغادي نقطعها على هذا الشكل هذا في الطول على 4. من الاحسن ديك المطيشه اللي كتكون طويله بحال هذه كنحسها كتكون مهبره ما فيهاش الزريعه بزاف. غادي نصاوبو بحال الشكل ديال الطوماط سيش، كتوجد دغيا وكيجي المذاق ديالها زوين.
غادي نقطع مطيشه على هذا الشكل. غادي ندير ليها رشيشه ديال الملح من الفوق ورشيشه ديال الزعتر مطحون. كتجي واعره ما فيهاش مجهود نهائيا. غناخذ هنا الثومه مطحونه وغادي نديرها من الفوق. انا هنا ما درتش بابي كويسون حيتاش هادشي كامل غادي نبغيه، يعني هاد المليحه الزعتر الثومه داكشي غادي ما بغيتش داكشي يلصق ليا في الكويسون كله. غادي ناخذو رشيشه ديال الثومه ورشيشه ديال الزيت البلديه من الفوق. صافي غادي ندخلها للفران، نشعل الفوق والتحت حتى هو غادي يكون سخون بزاف. نسخن الفران مزيان ونخليها واحد 20 دقيقه. صافي هنا هي طابت، كتجي بحال هكا دايره طايحه. نتوما راه غتبان لكم شويه بدات كتحمر من الفوق. صافي حيدوها، غادي نحيدها بحال هكا. غنخلطها في هاد الزيته. صافي وغادي نخليها هنا. انا هنايا غادي نخدم بها كامله، ولكن تقدروا ديروا كميه كثيره، ديروها في شي قريعه ديال الزاج وتزيدوا عليها الزيت البلديه، يعني حتى كطيب بحال هكا كتزيدوا عليها الزيت البلديه. صافي وكتحتفظوا بها. تقدروا ديروها في لي ساندويش، في لي سالاد اللي بغيتو، كتجي واعره. ما كتجيش واعره، كتجي خطيره. صافي بحال هكا غادي نخليها ابار. غناخذ عندي هنا الكبده ديال الدجاج سالقاها بسكينجبير، الخل والملح، يعني مسلوقه. غادي خصها غير تشحر. غادي نزيد ليها رشيشه ديال الملح. غادي نشحرها غير بالثومه والزعتر فقط. الزعتر مطحون والثومه والزيت، هنا الزيت الروميه. صافي غادي نشحرها فوق المقيله واحد 8 حتى ل 10 دقائق. غادي نديرها فوق البوطه. هنايا البنات الا بغيتو تزيدوا معاها شويه ديال السودانيه زيدوها، غادي تجي زوينه. انا هنا مبغيتش ندير الحار حيت كاين ناس كبار، هاد لاكوموند هذا غادي ياكلوها ناس كبار شويه. مبغيتش ندير الحار، ناس كبار مكيبغيوش الحار. وهنايا وجدت شويه ديال الطغميره. بالنسبه للطغميره انا ديجا حاطه لكم طريقه التحضير ديالها في الفيديو، نفس الطريقه معتمده عندي هي اللي كنخدم بها. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف بالنسبه للناس الجداد ولا اللي بغا يعاود يشوف الطريقه غنخليها لكم. يا سلام على هاد الريحه اللي طالعه من هنا، خطيره واعره. عرفتي ريحه الزعتر الثومه المليحه والزيت فقط، الريحه طالعه واعره. صافي هنايا بالنسبه للشكل الاخر اللي غادي نرافق مع الدجاج، غادي ناخذ هنا عندي الدنجال شويته فوق البوطه ونقيته. ما كنغسلوش، راكم عارفين ما كنغسلوش، كنقيه وما نغسلوش باش ما يبسالش. غناخذو هكا مشوي. انا ما كيعجبنيش نشويه في الفران، كيعجبني نشويه في البوطه، كيجي فيه سمنه زوينه وكيجي بحال الزبده بحال هكا. غادي نقسمو على جوج على هذا الشكل. بحال هكا. هذا الدنجال هذا حتى هو تقدروا ديروه وتحتفظوا به في الثلاجه. انا غادي نديرو دابا غنخرجوه كامل، ولكن الا بغيتو تصاوبوه نتوما من بعد وتخليوه في الثلاجه تبقاو تهزوا منه راه ممكن بحال هكا. هنا بالنسبه للشرموله بغيت نصاوبها ولكن لقيت بلي باقي عندي منها حيت كنخدم به بزاف.
الشرموله اللي غادي نرافق معاه ما صوبتهاش حيت ديجا عندي واجده في الثلاجه. المهم هي ما فيهاش بزاف المقادير، فيها الحامض مصير مطحون اللي خدمنا به في الدجاج، فيها مطيشه كونسونطري ديال الحك والهريسه والثومه والربيع. كنطحن كلشي. غنعاود معاكم مطيشه ديال الحك، ثومه، ربيع، الحامض مصير مطحون صافي، وشويه د الهريسه. ما غاديش ندير الملح حيت الحامض والهريسه راهم مالحين، فيها غير هاد الحويجات غادي نشدها بحال هكا وما فيها لا عطريه لا والو حتى هي. الثومه، الهريسه، الربيع، الحامض مصير ومطيشه ديال الحك. غادي ندهن هاد النصيصات هادو ديال الدنجال بحال هكا. هذا تا هو كيجي زوين، هذا ديروه تا هو مقبله زوينه، كيمشي بارد ما كيمشيش سخون. هو مطيشه اللي صاوبنا مطيشه سيش وهذا كيمشيو باردين، ما عدا ديك الكبيده اللي كبده والدغميره بطبيعه الحال سخانين. صافي غادي ندهن هنايا هاد الشرموله هذا واعر حتى هو خطير. صافي هنايا دهنت هاد النصيصات هادو. غادي ناخذ عندي هنايا طريفات ديال الكركاع وغادي نديرهم هكا من الفوق ديال الدنجال. غادي ندير طريفات ديال الدنجال من الفوق، ديال انا الدنجال ديال الكركاع من الفوق. وصافي ها هو الشكل الرابع واجد. عندنا الدغميره وديك الكبيده، هاد الدنجال والمطيشه ساش. صافي غنتسنى غير الدجاج ديالي يطيب وندرسي معكم البلا. هنايا وجدت هذوك لي بريباراسيون ديالي كاملين درتهم في هاد الطبيصلات. هنا درت الدغميره، درت من الفوق الزيتون الاحمر، هنا ديك الكبده اللي بزاتها درت فوق منها الحامض، وهنا داك الدنجال بالكركاع وديك الشرموله، وهنا طوماط ساش درت فوق منها هاد الفليفله بحال هكا في الخضر. استفتهم في الطبسيل على هاد الشكل هذا، والوسط غادي نحط الدجاج. صافي هنايا من بعد ما طاب ليا الدجاج ديالي غنخرجو من الفران. هنايا البنات ما عريتش عليه الالومنيوم نهائيا، ملي شرملناه غطيناه بالالومنيوم، بيتناه ليله كامله لغد لي دخلناه في الفران. خدا ليا تقريبا واحد ساعتين ديال الطياب، خليتو ساعتين انا ديال الطياب، فران ديال الدوشي على الفوق والتحت وخاشيه الوسط. ساعتين ديال الطياب بالحساب خرجتو ما عاودتش عريت الالومنيوم ودخلته يتحمر ولا لا، خليته مغطي. هاد اللوين هذا اللي خدا ديال الدجاج خداه وهو مغطي. علاش؟ لان الماريناد فيها لا صوص صوجا، والصوص صوجا كتعطينا اللون، كتخلي داك الدجاج ياخذ اللون وهو مغطي. فهنايا انا لقيت بلي هاد اللون زوين، فما بغيتش نعاود نعريه نحمرو. وفي حاله ما بغيتو لون فونسي على هذا مغلوق على هذا، حيدوا الالومنيوم وعاودوا رجعوا الدجاج يتحمر لكم من الفوق، فالاختيار كيبقى لكم. هنا خديت شويه ديال القزبر ومعدنوس مع الثومه مع شويه ديال الزيت البلديه، خلطتهم ودهنت بهم الدجاج ديالي من الفوق. غادي يعطيونا ديك الريحه. عرفتوا ملي تيوصل داك البلا عند الكليان وكيحلوا الالومنيوم كتعطيهم ديك الريحه زوينه، وفي نفس الوقت تيعطي واحد لابغيونس للدجاج من الفوق، ما تيبقاش ليا ناشف. جا المذاق ديالو ما يمكنش انا متاكده انكم غتجربوه. الناس اللي كتجرب لي غوسيت ديالي وكتصيفط لي في انستغرام تنقول لهم شكرا بزاف على الوفاء ديالكم وبرافو على الحداقه ديالكم. الناس اللي كتصاوب لا غوسيت هكا وتبارطاجي معايا. والزوين في هادشي ان تبارك الله عليكم كاملين اللي صوبات شي حاجه كتصدق عليها، برافو عليكم، ما عندي ما نسالكم. شكرا بزاف للوفاء ديالكم، شكرا بزاف للتعاليق الايجابيه ديالكم. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم باش نبقى نبارطاجي معكم دائما لي غوسيت. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.